السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهاردة هنقدم مع بعض مهلبية قمر الدين، بس هنعملها بمشمش طبيعي. طبعا احنا عارفين المشمش الطبيعي بيظهر في شهر 5 لغاية شهر 9، وبيكون منه نوعين. في مصفر، مشمش مصفر، وفي مشمش برتقالي محمر. فاحنا نختار المشمش البرتقالي المحمر، وهنشطفه كويس ونغسله، ونقسم كل واحدة 2 ونتأكد من نظافتها من الداخل، ونشيل البذرة ونعبيه في أكياس ونحطه في الفريزر. أنا دلوقتي طلعت كيسين من الفريزر، كل كيس كيلو، وسبته لغاية ما فك كده من التلج، وبعدين هنعمله عصير ونعمل بيه المهلبية. هنستخدم معانا سكر وجزر ونشا وفانيليا. الجزر ده برضو كان مقطع وحطاه في الفريزر. هنبدأ ان احنا اول حاجة نعمل عصير المشمش. انا كنت قدمت فيديو قبل كده في عصير المشمش، يا ريت ترجعوا له وتشوفوه، حلو جدا وهيسهل عليكم الوقت كتير. او هسيب لكم الرابط هنا ان شاء الله في الوصف. هنجيب الخلاط بقى ونعمل العصير. هنستخدم المشمش ده مع السكر ابيض. هنا المشمش مش هنضيف له اي مية خالص، هو ميته، نزل ميته، وهنضيفه في الخلاط مع السكر. هنضربه كويس جدا في الخلاط اكتر من مرة، وبعد كده هنصفيه من القشر اللي موجود في المشمش. طبعا احنا عارفين ان المشمش من بره بيبقى ناعم، لكن ليه قشرة كده، لازم ان احنا نتخلص منها. وانا كنت فرزته بالقشر بتاعه، يعني الحباية بوحدتها كده. هنبدأ بقى نصفيه بمصفى ضيقة. هيدينا الشكل ده، وادي القشرة اهو. هتلاحظوا ان القشرة فيها حمار، لان انا جايبة مشمش محمر برتقاني محمر كده. وادي شكله، السمك بتاعه بدون اي اضافة مية. وادي القشرة. هنصفي بقى بقيته كله بنفس الطريقة. لونه طبعا حلو، اكنك لسه شارياه حالا، ولا اسود ولا اي شيء. هنبدأ بقى بعد كده ان احنا ناخد المعيار اللي احنا هنستخدمه في عمل الوصفة المهلبية. احنا هناخد لتر عصير مشمش مع الربع كيلو الجزر. ده شكل العصير، طبعا حلو جدا وادانا كمية كبيرة. هناخد بقى مقدار لتر المشمش مع ربع الجزر. هنا هنضيف الجزر على النار مع كوباية مية كده ونسلقه. طبعا هنتأكد انه اتسلق عن طريق سكينة كده او شوكة، وبعد كده بنعمله في الخلاط او الهاند بلندر المتاح عندك. انا حطيته في الخلاط. ممكن تضيفيله شوية عصير مشمش عشان يساعد على الحركة في قلب الخلاط. هنضربه جامد لغاية ما ينعم خالص معانا، وبعد كده هنصفيه في مصفى ضيقة برضو، عشان لو في بعض القشور موجودة في الجزر
برضو تستبعد، او كلاكيع مثلا من الجزر ما اتضربتش في الخلاط كويس نستبعدها. انا كنت شايلاه في الفريزر مفرزاه من غير قشر، يعني شايله القشر منه وبعدين مقطعاه دواير وحاطاه في اكياس. هنبدأ نصفيه اهو. لقيناه سميك معانا ممكن تخففيه بشوية مية عادي خالص، اكنك بتعملي عصير جزر. انا قدمت المهلبية دي قبل كده بس بالبرتقال والجزر. ان شاء الله ترجعوا لها في فيديو عندي في القناة بون ابيتيتو وتشوفوا، او اسيب لكم برضو الرابط هنا. خدت بقى لتر جزر ولتر مشمش، وهنبدأ ناخد حوالي 5 معالق نشا، ونضيف عليها عصير جزر او عصير مشمش وندوب النشا فيها. هنعمل كله على البارد، يعني احنا مش هنضيف النشا وهو على النار عشان ما يكلكعش معانا. احنا هنعمله الاول كده، ندوب النشا فيه الاول لغاية ما نتأكد ان هي مفيش اي كلكعة، وبعدين نضيفها على العصير ونبدأ نعملها. هنفضل نقلب فيها، وبعد كده نجيب حلة ألمونيا على النار ونعمل فيها المهلبية. المهلبية دي بتبقى أحسن في الحلل الألمونيا. وزي ما قلت لكم قبل كده، المربات والجيلي والمهلبية وكل الحاجات اللي هي ممكن تلزق او تتلسع ما نعملهاش في الحلل العادية، لازم نستخدم حلل ألمونيا، بتكون احسن من السيراميك والجرانيت. هنضيف بقى عصير الجزر وعصير المشمش، عصير الجزر بلونه الطبيعي برضو، وعصير المشمش بلونه الطبيعي. ونضيف عليه النشا اللي احنا دوبناها ونقلبهم مع بعض، ونولع النار نار هادية كده، ونفضل نقلب لغاية لما السايل اللي معانا ده يجمد، يبقى سميك شوية معاكي، وهيبدأ لونه الفاتح ده يغمق شوية بشوية كده، بيغمق معاكي. اهو بدأ ان هو يتقل معانا وبيبقبق اهو من حروف الحلة. اذا لقيتيه سميك زيادة عن اللزوم ممكن ان انتي تضيفيله شوية مية، بس احنا هنشوف الاول نضيف السكر، عشان السكر بيخليه سايل شوية. طبعا السكر احنا ما قلناش مقدار السكر قد ايه، بس انتي حسب رغبتك، هل انتي بتحبيه ميزز ومسكر قوي او بتحبيه دلع شوية، انتي وراحتك. خلاص دوبنا السكر، نضيف الفانيليا، مش هنكتر في الفانيليا قوي عشان ما يبقاش مر معانا، نضيف كده بحرص ونقلب برضو لغاية لما الفانيليا تختفي. شايفين بقى السمك بتاعه؟ زي ما قلتلكوا كده سمكه حلو قوي، حتى لو اتحط في التلاجة بعد ما يبرد نحطه في التلاجة مش هيبقى جامد، هيبقى خفيف كده، وانتي بتبلعيه كده بيبقى زي الجيلي او اتقل من الجيلي بشوية.
خلاص كده هنسيبه يغلي على النار لغاية ما يبقبق معانا، وبعد كده نسيبه يهدى حبة ونبدأ نغرفه في الأطباق. شايفين انا غرفته وجملته بالجوز الهند والمشمشية. طبعا المشمشية دي مفيدة جدا برضو، ممكن انك تاكلي 3 حبات في اليوم، مفيش اي ضرر، بل مفيدة جدا. ودي الكمية اللي طلعت معايا من كيلو مشمش وربع كيلو جزر. ويا ريت بقى اذا عجبكم الفيديو اللايك والاشتراك والكلمة الحلوة اللي بتفرق معايا، واي حاجة اكتبوها لي في الكومنتات هرد عليكم. ويا ريت تقولوا لي برضو في الكومنتات، هل قمر الدين في الطبق الازاز شكله اشيك ولا في الاكروبال الابيض؟ ده سؤال انا بطرحه عليكم، ويا ريت تجاوبوا لي عليه. والف هنا وشفا وبون ابيتيتو.